السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله. عذرا لو صوتي برضو عامل لسه شايلين، لسه البرد مأثر عليا، فالحمد لله رب العالمين. ربنا يعافينا ويعفي عنا ويعفي عن الجميع يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. تعالى النهارده نعمل أكلة كده سريعة. قرنبيط من دون بيض، يعني ولا بيض، هو يا دوبك دقيق نشا، يعني حاجات موجودة في البيت. البيض غالي؟ لا طبعا، نقدر نعمل منه أنواع كتير، مش نوع واحد، يعني مش بالطريقة دي بس، لا، إن في أنواع كذا طريقة. كنت تعمليه ني في ني يطلع جميل، ممكن تعملي بشاميل يطلع حلو جدا. فأنتي فكري وجربي الحاجة بتطلع حلوة جدا مع التوابل، والحاجة بتعمل تبقى جميلة جدا. تعالي نبدأ كده، بسم الله. وأعمل معاكم النهاردة قرنبيط ومع برضه طبق بطاطس، برضه بنفس الطريقة بتاعته، نفس العجينة بتاعته، وإن شاء الله هيعجبكم وهتجربوه. فتعالى كده نسوي، بسم الله. المية طبعا غلت كده، انزل كده بمعلقة ملح، يعني مش مليانة قوي، اهي على حسب الملح اللي عندكم. حبة كمون. هي المية كسابة اذا كانت بتغلي من بدري فمش مشكلة، زرق الحلة ده عادي، فانا هدعكه عادي، مش هياخد اي حاجة. يعني حبة خل كده على بيكنج صودا على طول، مش هيعمل حاجة زيادة. كده حبة كمون. بعد كده بقى ننزل بالقرنبيط. طبعا حطينا الملح والكمون كده. معايا القرن مقطعاه قطعات زي ما انتم شايفين كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده، خليه يستوي معانا. تعال كده القرنبيط السلق معانا، ما خدش معانا وقت خالص، انتوا شايفين كده اهي كده. تعال كده سبت بقى القرنبيط يبرد. تعال بقى انزلكم بايه، بقية المقادير وبقية الخلطة. معايا كوبايتين دقيق، ادي كوباية وادي التانية، وكوباية نشا، يعني كوبايتين دقيق وكوباية نشا. انزل بيهم كده، وزع عليهم بالبهارات. معلقة ملح صغيرة كده، حبة كزبرة نص معلقة، معلقة كمون. القرنبيط يحب الكمون جدا اهي. معلقة فلفل اسود. اي توابل عندكم، يعني اي توابل تمشي. معلقة خلطة كده، عندي خلطة الفراخ دي كده. معلقة كركم او كاري اللي عندك اهي كده. تعالى معلقة بيكنج باودر، معلقة بيكنج باودر كده صغيرة، ممكن يعني نحط ربع معلقة تاني كده بس. خلاص اخر حبة اصلا. طبعا نقلب كل ده، الخلطة دي كلها كده نقلبها. انا زي ما قلبته كده شايفين، انزل بايه، اخد منها حبة كده للتغليف. انا ايه الحبة بقى دول اللي انا ايه، دول ركنتهم على جنب، اللي انا هغلب بيهم القرنبيط دول، اللي انا ايه العجينة اللي انا اعملها. انزل بحبة مية كده، مية تاني،
انا عملتها اهي السكون بتاعها. انزل بالايه الخضره، شبت، كزبره او بقدونس، عندي شبت وبقدونس، انزل كده شبت او بقدونس كزبره اي حاجه عندك. نص معلقه توم، معلقه هريسه او قرن فلفل احمر كده، تضربيه مع الخضره. طبعا ايه، انا عشان عندي معلقه هريسه احطها، او اقل كده معلقه عشان لو حاميه يعني لو بتحرق، فانا حاطه بس دوبك نص معلقه. كل ده نقلبه كده. انا حطيت الزيت على النار وعملت الخلطه. انزل بقى بالقرنبيط كده، انزل كده تعالوا زي ما شايفين كده. بقى اعمل ايه كده، خلطه اهي كلها بالايد التانية كده. نيجي عاملين بقى زي انتوا شايفين كده اهي، وانزل اهي كده. نفس كده ونيجي عاملين اهو. الهريسه دي او القرن الفلفل ده حاجه يعني ترجع لكم، يعني دي حاجه اختياري مش اجباري كده اهو. زي ما انتوا شايفين كده، انتوا شايفين كده، بص لونه بقى جميل ازاي وبيقرمش ازاي وحلو جدا جدا جدا. جربوه، بصوا زي كنتاكي بالظبط بجد. القرنبيط المقرمش ده حاجه بتبقى تحفه، انا جربتها ولادي حبوها جدا. تعال كده بقى نطلع كده صينيه او طبق اي حاجه وتحط فيها مناديل. هو عامه مبيشربش زيت، بس يعني تحط فيها عشان برضو لو الزيت نزل منها تشرب المناديل يعني كده. تعالى بقى ايه ننزل بالحبة التانيين نعملهم كده زي ما انتوا شايفين كده. نعمل كله كده وارجع لكم ايه تاني. زي ما انتوا شايفين حطينا الحبة التانيين اهي. تعالوا بقى شوفوا معانا، بص تقرمشة، بص
تقرمشة جميلة جدا جدا، يعني بص كله مقرمش. سامعين الصوت جميل جدا اهو. ايه بس شكله حلو قوي قوي قوي، وطعمه جمال وريحته احلى. يعني طعمه وريحته وشكله التقرمش اللي فيه دي حلوه قوي قوي قوي. هتعجبكم. بص مقرمش والله طعمه جميل، احسن من ان تجيبوا بيض تحطوا بيض قد كده وتكلفي. هتجربيها دي الطريقه دي مش هتبطلي، حتى لو البيض رخص مش هتبطلي هتعملي الطريقه دي على طول بجد. انا بقى رايحه اجهز بقى البطاطس، عم الحبه دول اتحمروا وارجع لكم ايه تاني. تعالى بقى جبنا الحبتين البطاطس وخرطتهم زي طرنشات زي ما انتم شايفين كده، طرنشات او الصوابع اللي يعجبكم، بس انا حبيت اعملها طرنشات. هنزل بقى في الايه، في الخلطه دي انا زودتها، عملت كوبايه دقيق تاني، نص كوبايه نشا، وحبه طبعا بيكنج بودي. يعني عملت نفس الخلطه بس زودتها لي الخلطه دي طبعا خلصت، فانا عملت نفس الطريقه بس ايه زي كده عشان تكات طبعا كده اهي. اهي كده شايفين كده. بص لون البطاطس حلوه قوي قوي، بطاطس مقرمشه يعني جميله جدا جدا شايفين. وتستوي طبعا، يعني ما تاخدهاش يعني غلوه في ميه ولا حاجه، لا هي مش محتاجه، لان يعني الخلطه دي بتخليها تستوي من جوه، هتبقى جميله جدا جدا. جربوها وانت طبعا اهي. احطها كده مع قربت برصها كده اهي. تعالى بقى نحط الحبه التانيين دول اخر حبه، معلقه كده نقلب انتوا شايفين كده اهي. نيجي حاطين كده اهي. كده واحطهم بقى كلهم. تعالوا بقى البطاطس مقرمشه جميله جدا جدا زي ما شايفين كده، ومستويه من جوه اهي. بصوا مستويه ازاي اهي اهي، مستويه جدا حلوه قوي قوي، وريحتها وطعمها جميل. تعالى كده بقى نعمل جنبها طبق طماطم طرنشات، طماطم كده طرنشات صوابع زي ما انتم شايفين كده، قطعها زي كده. ومعايا دلوقتي فلفل قطعه زي ما انتم شايفين، واحدة جزراية بشرتها زي كده اقلبهم. بعصر بقى معايا ليمونة اعصرها، عصرنا الليمونة. معايا بقى معلقة خل شايفين كده، يعني معلقة ونص كده خل كده. نحط التوابل، نص معلقة كمون، نص معلقة فلفل اسود،
ملح، زي كده يعني معلقتين ملح صغيرين كده، معلقه ونص على حسب، واحط بقى ازود ميه، حته هريسه كده او فلفل احمر، نقلبها كده مع بعض. بعد كده بقى نعمل ايه، نحطها على خلطه الطماطم دي كده، او الطماطم ترشات شايفين كده. كده 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 كده، بص 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 بص. ايوه كده زي ما انتوا شايفين كده. كده وخلاص بقى كده انا خلصت. زي ما انتوا شايفين كده انا كده خلاص خلصت وجبة الغداء او العشاء ده النهاردة. فربي كده يكون عجبكم. ادي القرنبيط المقرمش، وادي البطاطس والطماطم طبعا اللي انا عملتها قدامكم، التتبيله قسمتها كده في طبق، وادي مخلل برضه حطه في وسطيهم خلي الزيتون. وده اكل جميل جدا جدا. عامة اولادي بيحبوا القرنبيط بالطريقه دي مقرمشه، طعمه تحفه تحفه والله والله تحفه. فان شاء الله اما تجربوه هتعرفوا، وهتعرفوا الطعم وهتحكموا بنفسكم. تعالوا بقى ما تنساش تحطوا لايك وشير وفعلوا القناة، وتزروا الجرس يوصلكم كل جديد. منساش تذكروا الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.